وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم اصحى نايم واحد الرزاق رمضان كريم. سحراتي وبسحر على نغم سندس أخضر نور النبات اللي مزهر رمضان كريم. اللهم بلغنا رمضان واحنا في أتم صحة وأفضل حال. اللهم بلغنا رمضان واحنا بسعادة. اللهم بلغنا رمضان واحنا مستورين. اللهم بلغنا رمضان واحنا قادرين نقيم ليلة رمضان. اللهم بلغنا رمضان واحنا مستعدين للعبادة في رمضان. يا رب يا رب ما يجيش رمضان علينا إلا واحنا كلنا سعادة ونشاط وصحة وعافية وبيوتنا كلها ستر وبركة. يا رب ما يجيش رمضان علينا إلا واحنا مستعدين بالعبادة ومستعدين بكل حاجة تخرجنا من رمضان واحنا فرحانين ومبسوطين. يا رب اجعل أيامنا كلها سعادة وبركة، اللهم آمين. جايبلكم النهاردة الفكرة اللي احنا قلنا عليها زمان الفيديوهات اللي فاتت. قلنا على فكرة بسيطة تخلي المصروف يكفي معاكي ويفيد كمان نجيب حاجة رمضان. قلنا ان احنا في كل اسبوع بناخد مصروف الاسبوع ونجيب الخضار والفاكهة اللي يكفينا في الاسبوع وبيزيد شوية. لو لقينا الحاجة رخيصة بنجيب ازيد شوية ونحطها في التلاجة. نيجي الاسبوع اللي بعده نلاقي ان احنا عندنا خير من الاسبوع اللي قبله، فالاسبوع ده يبقى مصاريفه قليلة فممكن ناخد منه جزء من الفلوس ونجيب منه شوية حاجات لرمضان كده نشيلها على جنب عشان تنفعنا في رمضان. النهارده انا عملت كده، جبت تسويقة الخضار والفاكهة حاجات بسيطة عشان عندي من الاسبوع اللي فات، فجبت كل الخضار والفاكهة عندي ب90 جنيه بس او اقل كمان. وبقية الفلوس حاولت ان انا اجيب كام حاجة كده اخبيها رمضان في الحاجات اللي احنا بنخبيها. لقيت المحلات عاملة عروض على الفاصوليا واللوبيا والعدس والحاجات دي بتعيش ما بجرالهاش حاجة، ممكن تحطيها عندك في اي كرتونة، في كرتونة رمضان اللي احنا بنحوش فيها حاجتنا ما بجرالهاش اي حاجة. يعني انا جايبة اكتر من نص كيلو ب28 بتهيالي 28 جنيه فاصوليا، وبرضو اللوبيا بتهيالي بنفس الاقل شوية، بس انا جايبه بنفس السعر برضو في حدود حاجه وعشرين يعني. يكفونا وانتوا عارفين ان رمضان السنه دي هيجي في الشتاء فمحتاج طبيخ، مش زي الصيف اللي بيبقى اغلبه نواشف. رمضان لما يبقى في الشتاء بيبقى عايز اكل بقى، رز وطبيخ وخضار والحاجات دي بتخلي بتحسس بالدفى شويه. فاحنا بنكتر من الحاجات دي في رمضان لما يكون في الشتاء. اي حاجه بتنفع، اي حاجه بتيجي في البيت بتبقى مفيده، بتستر البيت، بتنفعنا في اي يوم احنا مش لاقيين حاجه نعملها بنطلع من الحاجات اللي احنا حاطينها على جنب ونعمل حتى لو مش في رمضان في الايام العاديه. فدي الفكره اللي احنا قلنا عليها، ان احنا لو الحاجه رخيصه شويه ممكن نزود منها شويه تكفينا الاسبوع اللي بعده، ويجي الاسبوع اللي بعده بمصروفه نحاول ان احنا نجيب حاجه نخبيها رمضان نشيلها رمضان من الحاجات الحلوه اللي احنا بنعينها رمضان. جبت فاصوليا لوبيا عدس، جبت كيس لسان عصفور، وانا قبل كده جايبه مكرونه وجايبه شعريه. كل الحاجات دي بنعينها في كرتونه رمضان. مره بقى المصروف زاد شويه ازازه الزيت، المصروف فايض شويه معايا بتاعه الاسبوع نجيب برضو كيسين سكر، حاجات كده من اللي هي ما ممكن ما تحسيش بيها في مصروف الاسبوع، بس هتيجي في رمضان تلاقي عندك الخير كله. يا رب اجعل في بيوتنا مليانة خير وبركة يا رب. يا رب اجعل بيوتنا مستورة دايما يا رب. يا رب اجعل البركة في بيوتنا وفي عيالنا وفي أحوالنا كلها وفي مالنا وفي رزقنا وفي أكلنا وفي شربنا يا رب العالمين، ونحتاجش لحد أبدا يا رب. دايما خلي فكرتك عن التحويش اللي احنا بنحوشه ان مش دي حاجات يعني لما احوش كيس لسان عصفور، يعني لما اشيل كيس مكرونه، طب ما اجي على رمضان واجيب الحاجات دي. الفكره مش في كده، الفكره ان احنا بنحب نفرح لرمضان كده ونجهز له حاجات، نيجي على اول رمضان بقى ونلم الولاد كده ونفتح كرتونه رمضان، تعالوا شوفوا الخير اللي احنا عرفنا نحوشه من غير ما نكلف نفسنا. هنلاقي من خيرات الله في الكرتونه بتاعتنا زي ما احنا شفنا لوبيا فاصوليا عدس مكرونات، حاجات كتير معانا في الكرتونة. هنبدأ بقى نشوف احنا ممكن نحتاج حاجة منها ناخدها، ممكن بقى نعمل كام كرتونة حلوة من الحاجات اللي احنا محوشينها دي ونطلعها لله. ممكن نستغل اللي احنا محوشينه
ده بأشكال كتير جدا. الفلوس اللي احنا محوشينها برضو نفس الوضع، يعني ممكن تيجي على رمضان وتلاقي ربنا فارجها عليكي ومعاكي فلوس تجيبي طلبات رمضان كلها، وما انتيش محتاجة الفلوس دي، بس محتاجينها لحاجة تانية. هنفتح بيها يعني باب صدقة، هنحاول ان احنا نجيب بيها برضو شوية حاجات حلوين لحد محتاج، نديهم لحد محتاج يقضي بيهم اول رمضان، نجيب حاجة للعيد، يعني مفيش حاجة بتخسر. الفكرة مش ان احنا بنحوش استخسار، او بنحوش ان احنا بخلة، او الحاجات اللي انا بسمعها دي كلها. بالعكس، احنا بنحوش عشان نفرح كده، ونلاقي الحاجة اللي احنا جبناها بتحوشنا بتحس ان ليها ريحة كده وليها طعم كده، طعم رمضان كده، ان انتي شايلة حاجات لرمضان وجيتي جبت حاجات لرمضان، قدرتي انك تعملي حاجة، قدرتي انك تحققي حاجة. يا رب اجعلنا دايما سعداء، اللهم امين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم الصحة وافضل حال.